في قلب القاهرة القديمة، في منطقة مصر القديمة اللي بتجمع تاريخ آلاف السنين، واقفة كنيسة مش شبه أي كنيسة. كنيسة بقت أيقونة وأسطورة وواحدة من أقدم الكنائس في العالم كله، الكنيسة المعلقة. اسمها الغريب ده جاء لأنها مبنية فوق برجين ضخمين من الحصن الروماني القديم، اسمه حصن بابليون، واللي يقف قدامها يحس انها مش متثبتة على الارض، لا دي كأنها معلقة ما بين السماء والارض. تاريخها بيرجع للقرن الثالث الميلادي تقريبا، يعني قبل 1600 سنة. ومن يومها لحد النهاردة الكنيسة دي كانت شاهد على أحداث عظيمة وصراعات دامية. كانت مقر للبطاركة، وكل قرار مهم في الكنيسة القبطية زمان كان بيطلع من جوه المكان ده. جوه الكنيسة تلاقي جمال بيخليك تسرح. 110 أيقونة قديمة مرسومة على الخشب، العيون اللي مرسومة فيها تخليك تحس ان القديسيين لسه بيراقبوك. السقف معمول على شكل سفينة، وكأن الكنيسة دي هي الفلك اللي بينقذ المؤمنين من بحر الظلام. أما الأعمدة فهي 13 عمود، كل واحد بيرمز لتلميذ من تلاميذ المسيح، إلا واحد بس لونه أسود بيرمز ليهوذا الخاين، واللي يدخل الكنيسة مستحيل ما يلاحظوش. وفي روايات بتقول إن الكنيسة اتبنت على أنقاض المكان اللي احتمت فيه العيلة المقدسة لما جت مصر هربا من الرومان. يعني وانت واقف جواها ممكن تكون واقف على نفس الأرض اللي شافت خطوات السيدة عذراء، مار يوسف، والطفل يسوع. إحساس يخلي المكان أقدس وأغرب في نفس الوقت. لكن بعيد عن القداسة في حكايات غامضة ومرعبة. في ناس بتقول إن الكنيسة اتبنت على أرض شافت دم كتير. حصن بابليون اللي شايلها كان سجن ومكان تعذيب للمسيحيين في زمن الاضطهاد الروماني، وأرواح اللي اتقتلوا لسه بتلف حوالين جدرانها. في زوار أقسموا إنهم سمعوا أصوات طراطيل في عز الليل، مع إن الكنيسة مقفولة ومفيش حد بيصلي. حراس بيقولوا إنهم شافوا نور قوي بيظهر فجأة من ناحية المذبح ويختفي كأنه عمره ما كان موجود. في خيالات ناس حكوا إنهم شافوها ماشية بين الأعمدة، ستات لابسة أبيض ورجالة بوشوش حزينة، وبمجرد ما تبص كويس يختفوا زي الدخان. وفي بعض الليالي ممكن تسمع خبط تحت الكنيسة في الأبراج القديمة، يعني خبط كأن في ناس ماشية، مع إن الأبراج دي فاضية من مئات السنين. الكنيسة المعلقة مش مجرد أثر قديم، دي كتاب مفتوح بيتحكي فيه عن إيمان ومعجزات، عن دم واضطهاد، عن قداسة ورعب في نفس الوقت. ولحد النهاردة أي حد يدخلها بيخرج بسؤال واحد: هل المكان ده مليان ببركة العيلة المقدسة وقداسة القديسيين، ولا إن الغموض اللي عايش جواها سببه أرواح لسه معلقة ما بين السماء والأرض؟ لو دخلت الكنيسة لوحدك بعد نص الليل في عز السكون، انت مستعد تسمع أصوات الماضي ولا تكتشف مين اللي لسه موجود جوا الكنيسة المعلقة؟